ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بحبكم في الله. يا صباح الجمال عليكم وعلى كل متابعين الحلوين اللي بحبهم. وخلاص بدأنا اهي، يلا بدأتوا تتفاعلوا معايا، حاجة بسيطة. بصوا بقى، جايه لكم النهارده بكيكة الرخام. تحفة تحفة تحفة، جميلة، هشة طرية، لا لبن ولا اي حاجة، حاجة بسيطة خالص بالمية وعملناها. خشوا معايا على الفيديو هتلاقيها تحفة، وهتعمليها. الصينية دي ما باتتش، بمعنى ما باتتش، تاكلت في ساعتها. وديت بقى للمستعجلين، رايحة مشوار، رايحة خارجة، رايحة في أي مكان، حطيها اعمليها وحطها في علبة معاكي للعيال. بصي هيتبسطوا منها قوي. بصوا، تحفة، طرية وهشة وجميلة جدا. يلا نخش على الفيديو ونشوف هنعمل ايه. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة هنحطها 4 بيضات، كوباية زيت. المقادير انا كاتباها على الشاشة اهو، واكتبها لكم تاني في صندوق الوصف. كوبايه ونص سكر، انت عايز تقللي السكر عن كده براحتك، بس هو كوبايه ونص كويسين جدا. هنحط ظرفين فانيليا، تمام كده. وهنحط كمان معلقتين خل. ده كل المكونات اللي بتاعت الكيكه، بسيطه خالص. وفي الخلاط، مش عايز تعمليها في الخلاط، بالمضرب اليدوي. عندك مضرب كهربائي، خير وبركه. ما بنوقفش نفسنا، يعني اي حاجه بتمشي تمام. وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنضرب بقى كل الكلام ده في الخلاط. اضربي وقفي، اضربي وقفي لحد ما الخليط بتاعك يفتح ويبقى لونه فاتح جدا وكريمي، تمام كده. عندي بقى كوبايتين ونص دقيق. عايزه تضاعفي الكميه براحتك، هي كوبايتين ونص للمعيار اللي انا عاملاه ده تحفه قوي. كيسين بيكنج باودر، كيس واحد بيكنج باودر او معلقه كبيره، هو كيس بيدي معلقه كبيره. وهنحط كمان رشه الملح بتاعتنا، اي معجنات بنحط لها رشه الملح بتاعتنا، بس في الكيكه بتبقى ايه، ما بين صوابعك كده، حاجه بسيطه، تمام كده. هننزل بقى بالخليط اللي في الخلاط على الدقيق اللي في الطبق. خلصت الكيكه، خلصت، مش حكايه. وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بس انا عايزه اقول لكم كلمتين صعبان عليا منكم، ان انتوا بتشوفوا الفيديو ما بتحطوش لايك، ما بتشيروش الفيديو. شيروه وحطي لايك عشان الفيديو يروح لاكبر عدد من المشاهدين. بالمضرب اليدوي بقى كده اهو، يا دوبك احنا ضاربين السوائل كويس جدا. فانا يا دوبك بضيع الدقيق مع السوائل، يعني من تحت لفوق كده، ما تضربيش جامد عشان ما يبقاش فيها الهواء زياده في العجين، تمام. صلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا بسم الله ما شاء الله. لسه هنحط لها اضافه. هنحط ايه بقى؟ هنحط كوبايه ميه دافيه مغليه، وتسيبيها تهدى شويه، ما تخافيش، مش هتسوي البيض ولا حاجه. نحط كوبايه ميه مغليه ونكمل ضرب عادي. وعندك الصينيه بقى بلاش ترش فيها دقيق، انا كنت برش فيها دقيق دايما، ببطنها بالدقيق مع السمن. لقيتها بتعمل طبقه ايه تحت كده قشره، فما حبيتهاش. فانا جربت ان انا احط زيت بس، او حته سمنه، ودعكي بيها ايه الصينيه، تمام. خدت نص الكميه بيضه، وحطيت معلقتين كاكاو اسباني غامق، وهبدا احطها على بقيه الكميه اهو. راوده بقى واقفه معايا، يعني بتساعدني، هي ايام مذاكره وايام دراسات ودروس شغاله. ربنا يعين كل واحد على حاله يا رب، ويوفق طلابنا جميعا يا رب الى ما يحب ويرضاه. بس يعني حاجه بسيطه كده بتقفها معايا وتروح تشوف شغلها، بتفصل بس كده من الدروس. بقت جاهزه معايا اهيت، البني جاهز والابيض جاهز. هنعمل بقى احلى كيكه رخام. كيكه الرخام دي جميله جدا، داخله مع بعضيها كده يعني تاكلي القطعه بيبقى فيها البني والابيض، تمام. اهو هنصبها بقى. عندي اهيت الصينيه، دوبك حطيت حبه زيت كده وايه ولمعتها كده عشان ما تزوديش برضو الزيت قوي. هبدا بقى ايه اصب الكيك بتاعي. نحط ايه ابيض بني، ابيض بني، بنكرر الموضوع لحد ما بيخلص الكميه بتاعت الايه الكيك. هتعجبكم قوي، والمقدار ده مظبوط بالشعره،
يعني انت لو اتبعتي المقادير دي هتطلع منك، لو الكيك ما بتنفش معاكي او وبتبوظ منك او بيحصل فيها حاجه مش كويسه، لو اتبعتي الخطوات بتاعتي ديت ان شاء الله هتطلع معاكي الكيكه هشه وجميله جدا، وهتبقي شاطره فيها جدا والكل يطلبها منك. بصوا اهي حطيتها في الفرن الوسطاني على 180، حاجه بسيطه اهي. شوفوا قعدت تلت ساعه بالظبط، وولعت عليها الشوايه. انا كنت يعتبر نازله خارجه، عملتها في تلت ساعه، يعني على ما لبست كنت انا عملت صينيه الكيك اهو. بصوا بشاش الطاووق بقى كده ايه، خدتها رايح جاي كده اهو. تحفه، ارتفاع ولون وهشاشه ما اقولكوش. جميلة جميلة جميلة، والطعم تحفة، السكر بتاعها مظبوط جدا. صلى على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بصوا الجمال، بصوا القطعة فيها أبيض فيها بني، شكلها يغري، شكلها تحفة. وحاجة جديدة للأولاد، دايما تجددي لأولادك الشكل اللي بياكلوه. كل مرة تعملها لهم بشكل معين أو شكل متغير يحبوها ويخلصوها. بصوا يعني جميلة جدا، الألوان متداخلة مع بعضها تحفة. بصوا الارتفاع بتاعها، بصوا الهشاشة كمان. تنسيش بقى لايك واشتراك وكومنت حلو، وانزلي حطي اللايك واعملي مشاهدة وشيري الفيديو لأكبر. بحبكم في الله، يلا سلام.